السلام عليكم، عاملين ايه؟ وحشتوني. النهاردة أول أيام عيد الفطر. كل سنة وانتوا طيبين، وكل سنة وانتوا بصحة وفي خير وسعادة. ويا رب كل حد فتح الفيديو ده وشافه ربنا يجعله عيد سعيد عليكم جميعا يا رب، وعلى أحبابكم، يجعل أيام العيد دي كلها هنا وسعادة وفرح. وكل حد نفسه في حاجة يا رب ربنا يحققها له. وأهلا بيكم في بيتي وبيتكو بيت يوكا. ما كانش ينفع يعدي كده العيد من غير الراعي الرسمي لكل المناسبات. رمضان والعيد والعيد الصغير والعيد الكبير وعيد الأضحى وعيد الفطر وكل الأعياد كل المناسبات. الراعي الرسمي طبعا بتاعها المحشي. مكانش ينفع يعدي كده. مش معنى بقى ان احنا في غربة ومفيش امكانيات والكلام ده ان احنا نعدي كده العيد من غير محشي. رحت جبت حاجات المحشي وقلت لازم هعمل محشي، مش ما ينفعش اعدي كده العيد من غير محشي. وقلت يا بنت احنا لسه خارجين من رمضان وزهقنا من الطبيخ كل شوية وكل شوية ايه كنا في المطبخ دايما، فايه عايزين نريح بقى يومين، ما احنا مش هنقضي ايام العيد كمان طبيخ وفي المطبخ والكلام ده. قلنا بقى نعمل ايه؟ قلنا نعمل ايه بقى؟ هعمل اكل يكفيني يومين ثلاثة كده، ما اللي هو يا دوب على التسخين وناكل. غير كده انا مش هعمل حاجة. فروحت بقى ايه، عايزاكم بس تشوفوا الجمال اللي في الاخر. عايزاكم تكملوا كده الفيديو وتشوفوا الجمال اللي في الاخر واللوحة الفنية اللي في الاخر. تمام. كمان في حاجة عايزة اقولها لكم كده في نص الفيديو، فخليكم معايا. انا عملت ايه بقى؟ جبت حاجة المحشي، سلقت الكرنبة. سلقتها هناك اهي في البلاستيكة الخضراء اللي انتوا شايفينها دي. بعد كده رحت جايبة بصلاية كبيرة، بصلاية كان يعني حجمها كبير كبير. ورحت مقطعاها كده في شوية زيت، وضربت طماطم في الخلاط، ورحت منزلاهم على البصلاية بعد ما دبلت. ورحت منزله الطماطم. وجبت ايه بقى؟ الطماطم هنا يا جماعه مش حمرا. الطماطم هنا بتزرع في رمل، ومش زي عندنا. الطماطم هنا مش حمرا خالص. الطماطم هنا يعني عاطيه بصفار كده شويه، يعني احمر فاتح قوي اللي هو مديه، يعني تحسوها صفرة كده شويه. فلما فرمتها لقيتها بيضة، لقيتها مش حمرا، فمش هتديني اللون الحلو اللي انا عايزاه للرز بتاع المحشي او للمحشي. فكنت جايبه اول ما جيت، لو فاكرين اللي انا الحاجات اللي انا كنت جبتها معاكم في الفيديو اللي انا كنت رحت فيه السوبر ماركت نستو، وجبت الحاجات اللي من السوبر ماركت، كنت جايبه ايه بقى معاكم؟ كنت جايبه عبوات كده، او عبوات صغننه كده فيها معجون طماطم، مش صلصه. مش صلصه يا جماعه، معجون طماطم. ده ما شاء الله حلو قوي، بيدي الاكل نكهه جميله جدا وطعم حلو قوي اولا. غير كمان انه بيدي لون حلو قوي. فرحت حطاه على الطماطم، حطيت معلقتين ثلاثه كده حلوين، ادوا للطماطم لون تحفه وطعم تحفه. تمام. حطيت بقى ملح وبهارات، كمون طبعا معروف المحشي يعني كمون، آم، بهارات فراخ، فلفل اسمر، فلفل اسود، او فلفل اسمر زي ما بتقولوها يعني. وحطيت كده التوابل الحلوه كده، وظبطت الملح. شايفين لون الطماطم بقى عامل ازاي بعد معجون الطماطم؟ وفي اول ما حطيتها كانت عامله ازاي؟ بس. وسبتها على نار هاديه تتسبك. ودي كمان بهارات فراخ من نوع تاني، يعني انا كنت جايبه نوعين بهارات فراخ. حطيت النوع اللي هو الاولاني في الاول، وبعدين نسيت دي رجعت حطيتها في الاخر. الاتنين تحفه، الاتنين جمال قوي، والاتنين حبيتهم قوي. تمام. تمام. تعالوا شوفوا بقى الطماطم بعد ما اتسبكت. عايزة تطلعي طماطم صح، تسبيكة طماطم صح او تقلية صح للمحشي، شايفين؟ تعملوا كده بالمعلقة تلاقوا الارض يعني
أرضية الإناء اللي بتعمله فيه الوok اللي بتعمله فيها نضيفة. يعني تعملي كده بالمعلقة تلاقي الطماطم أرضية الحاجة اللي بتعملي فيها الطماطم مش لازقة فيها، والطماطم تقيلة ما فيهاش مية، يعني اتسبكت حلوة قوي على نار هادية. عشان تطلعي طماطم حلوة، تسبيكة طماطم حلوة للمحشي، تعملي كده بالمعلقة تشوفي أرض الحلة اللي انت بتعملي فيها نظيفة. تعملي كده بالمعلقة تلاقي الأرض نظيفة وباينة نظيفة، والطماطم تقيلة شاربة ميتها، يعني المية اتبخرت كلها أو اتشربت كلها واتسبكت خالص على نار هادية وطالعة معاكي تقيلة. هيبقى لونها غمق، لونها هيبقى اغمق، اغمق يعني بقت حمرا قوي، وتسبيكتها تقيلة كده حلوة. فيطلع لك الرز كده بعد ما تحطي عليها الرز والخضرة بتبقى تحفة بقى، وبتبقى مديالك خلطة محشي تحفة. حطينا هنا قطعنا شبت وكزبرة، حطيناهم على الطماطم، قلبتهم كده في بعض. بعد كده جبت الرز. انا مش لاقيه هنا رز مصري حلو، فحطيت الرز البسمتي اللي عندي، حطيته كده على البتاع. مش لاقي رز مصري والله حلو، دورت كتير. الرز اللي جبته هو مش هو شبه الرز المصري بس هو مش رز مصري، ما عجبنيش بصراحة خالص، وبياخد مية كتير جدا على ما يستوي وبيطول قوي، ويعني غريب كده، مش عارفاله بصراحة. فحطيت حطيت الرز البسمتي اللي عندي، قلبته كويس قوي، بقلب فيه كويس قوي مع الطماطم والخلطة دي، عشان كل حاجة تدخل كده في بعضها وكل حاجة تبقى ايه. عايزاكم بقى تشوفوا اللون، شايفين اللون لما الطماطم بتتساب على نار هادية وما تستعجليش عليها وتتسبك كويس قوي وتبقى طالعة معاكي تقيلة ما فيهاش ولا نقطة مية، تقيلة متسبكة كويس، طالعة متسبكة تسبيكة محترمة. ومحطة يعني معجون الطماطم كمان هو اللي اداني اللون الحلو ده كمان يعني. تمام، قلبتها كويس قوي. شايفين اللون؟ شايفين لون خلطة المحشي طالع عامل ازاي؟ شايفين؟ يعني انا بقول لكم شايفين؟ ومفيش نقطة مية، يعني التسبيكة ايه ماسكة نفسها مش مية. وهنا بدأت ألف. على فكرة يا جماعة احنا هنا كنا يوم العيد الصبح والله، كنا يوم العيد الصبح، يعني انا قاعدة بلف المحشي يوم العيد الصبح. ما يغمضليش عين غير لما اكون لابخة نفسي يوم العيد. لازم يوم العيد ده مبقاش قاعدة في روقان، لازم ابقى قاعدة بعمل حاجة والله. لازم يجي الصبح بتاع العيد ده عليا وانا بعمل حاجة، يا لسه بكمل تنظيف يا بطبخ كده يعني. كنت سهرانة نظفت شوية حاجات كده في المكان اللي في السكن اللي احنا فيه هنا في السعودية. وقلت بقى ايه وهطبخ بقى اكل يكفينا يومين ثلاثة. انا مش هدخل المطبخ الايام بتاعة العيد ده عشان انا تعبت قوي بجد. المهم قعدت هنا الف المحشي، حطيت كده في الحلة العنق اللي احنا بنسميها العنق، او اللي هي العروق بتاعة الكرنب اللي هي بتتشال، اللي احنا مش بنحتاجها او مش بناكلها، بحطها كده في الحلة. يعني ممكن احط، على فكرة ساعات بحط شرايح بصل او شرايح طماطم علشان تحمي لو المحشي اتلسع مني او حاجة، او النار علت عليه شوية او انا سهيت عنه او حاجة، يبقى المحشي الطبقة اللي انا بحطها في الحلة دي قبل ما ارص المحشي او قبل ما الف المحشي بتحميلي المحشي. تمام. هنا بدأت ألف وبلف الصباع. بصوا يعني قد وحدة البونبوناية، او تحسوا ان انا بلف ايه حاجة قد يعني عقلتين صباع كده، صغنون قوي. تمام. والله يا جماعة انا يعني ببقى شايفة المحشي ده واحنا رايحين نعمله عبء، وحاجة عبء وحاجة ايه مرهقة، ويعني بجد. وكمان يوم العيد بقى يعني انتوا متخيلين. فبقعد كده شوية قبل ما اعمله، ابدأ ولا ما ابدأش، يعني ابدأ ولا ما ابدأش، وارجع افتكر اللحظة اللي بعد ما حلة المحشي بتنزل من على النار وبنغرفها، وريحته وطعمه وصوابع المحشي.
بقول لا، قومي يا بت، يلا قومي ابدأي، قومي ابدأي، ده يعني اللحظة دي تستاهل نتعب عشانها ونعمل حلة محشي كويسة. تمام. فقعدت بقى ايه، قطعت كده بعد ما سلقت الكرومبة قطعتها. آه يعني ايه، على قد كل صباع، يعني قطعتها حتت كده على قد كل صباع. هبقى اوريكم في فيديو تاني ان شاء الله، لما اعمل باذن الله معاكم محشي تاني هوريكم التقطيعه اللي انا بعملها للمحشي. بطلع الورق كده على قد لفه الصباع. تمام. عايزه اقول لكم ان الكاميرا ظالمه اللون، والله الكاميرا ظالمه الالوان، لون خلطه المحشي ولون المحشي بجد تحفه، تحفه تحفه بجد والله. آم، دي عادتي يوم العيد يعني محشي. ده دايما اللي انا بعمله كل سنه، سواء انا في مصر او هنا. لازم المحشي بصراحه. واحنا يعني انا بحب الاول كده نفطر حاجه بسكوت كحك شاي بلبن كده او شاي. وبعد كده على ما بيكون الاكل استوى او الطبيخ استوى وبقى كويس وجاهز للاكل، بنكون بقى ايه جوعنا تاني، بيكون بقينا بعد الظهر. فبنبدأ بقى ايه الغدا. شايفين هنا رصة المحشي تتدرس، والله رصة المحشي تتدرس. شايفين الصباع مهما بسيبه واهبده واحركه ماسك نفسه. ليه؟ علشان اللفة كويسة، طريقة اللف كويسة، وعلشان الخلطة مفيش فيها مية، الخلطة ناشفة من التسبيكة الحلوة. تمام. جبت بقى ايه، طب المحشي ده هتسويه بايه يا آية، او يعني هتسقيه ايه؟ هعمل ايه بقى، هعمل معاه فراخ. انا قلت لكم انا مش عايزه اتعب نفسي في كذا صنف وكذا مش عارفه ايه. و... واحنا اصلا يعني الاكل، يعني انا ما عنديش ثلاجه ان انا احفظ فيها الاكل بكميات او حاجه. انتوا عارفين حجم الثلاجه هنا في السكن ده قد ايه. ورحت جايبه كده فرختين. انا قلت لكم انا بعمل اكل يكفينا يومين ثلاثه. تمام، واكتر كمان والله. المهم، فرحت جبت فرختين، نضفتهم كويس وغسلتهم وخليتهم زي الفل. وجبت كده بصلايه حلوه، خرطتها على الفراخ. بس طبعا بحط زيت الاول وبنزل بالفراخ تاخد صدمه وتشويحه مع البصل مع الطماطم. حطيت ورق لورا. انا كنت جايبه كيس كده من السوبر ماركت فيه ورق لورا وحبهان و... وزر ورد وينسون نجمي او ينسون النجمه ده. تمام. حطيت قرفة، حطيت اللي هي طبعا بفتح الحبهان او حبوب الهيل او الحبهان، هنا في السعودية بيقولوا هيل. فحبوب الهيل او الحبهان عندنا في مصر بفتحها كده علشان الحبوب اللي جوه وحدة الحبهانة دي بتنزل في الشوربة بتعمل طعم تحفة وبيبقى حلو قوي. وعلشان برضو ما يجيش تحت ضرس حد واحنا بناكل يتضايق منه او حاجة. تمام. حطيت كمان كام وحدة قرنفل. حطيت اهي وحدة الحبهان النجمة اهي. حطيت كمان واحدة ورق لورا تاني. حطيت يعني هنا دي بقى بهارات فراخ، ودي بهارات فراخ من نوع تاني. يعني انا كنت جايبه تقريبا نوعين او ثلاثة بهارات فراخ، واحدة اللي هي مش عارفة هي مكسيكي ولا هندي، بس تحفة حلوة قوي 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 يا جماعة بجد. توابل الهندي دي رهيبة رهيبة رهيبة. حطيت منها وحطيت بهارات الفراخ اللي انا جايباها من مصر برضو، والنوعين اللي انا جايباهم من هنا او الثلاثة اللي انا جايباهم من هنا مع بعض ادوا طعم تحفة. حطيت ظبطت كده الملح وبغطي، بسيبهم بقى ايه يتشوحوا مع بعض كده. هدي الفراخ بس تقليبة مع البهارات مع طبعا الحلة. انا طبعا انتوا عارفين انا ما عنديش غير الحلتين دول هنا. انا والله وحشتني الحلل بتاعتي اللي في مصر، والله وحشتني جدا. فالحلة التانية واحدة عملت فيها المحشي، وواحدة هعمل مضطرة اعمل فيها الفراخ، ما عنديش غيرهم هنا.
يعني كان في صعوبة شوية وأنا باحرّك الفراخ أو أنا باقلّبها أو بادّيها تشويحة كده، فما قلّبتهاش كتير بصراحة، قلّبتها على قد ما قدرت عشان الحلة صغيّرة عليهم. فهاسيبها مش هازوّد مَيّة لسه، أنا باحب أشوّح كل حاجة، لحمة، فراخ، خضار، باحب أشوّح كل حاجة الأول، وبعد كده بانزل بالمَيّة أو بالطماطم المضروبة أو أي حاجة، بس لازم أشوّح الأول. بجد يا جماعة التشويحة دي بتفرق جدًا في أي أكل وفي أي طبخ بتعمليه، وباسيبها كده حوالي 5 دقايق، 10 دقايق أهي، وبعد كده بازوّد المَيّة بقى، بعد كده جِبت مَيّة مغلية من الكاتل وبازوّد عادي جدًا. هتقولوا لي هو إيه اللي أنتِ بتحطيه يعني ليه بتحطيها إيه اللي أنتِ بتحطيه أو إيه القماشة أو ده إيه اللي أنتِ بتحطيه على الحلة ده وبتثبّتيه بالمعلقة كده؟ دي قماشة كده صغيّرة، أنا الحلة دي زي ما قُلت لكم فيها خروم، فيها حوالي 5 خروم أو 4 خروم بيخرّجوا البخار يعني بكمية كبيرة جدًا، بيخرّجوا البخار بكمية كبيرة أوي، فبالاقي المَيّة نقصت من على الأكل والأكل لسه ما استواش، وأنا باحب الحاجة عشان سواها تبقى حلو، باحب الحاجة تبقى كمان مستوية على البخار، وبخارها يبقى مكتوم فيها، فسواها يبقى حلو وكمان ما تاخدش وقت في السوا. فباحاول إن أنا أكتم الخروم دي بقماشة أو حاجة وباثبّتها بالمعلقة. شُفتوا برضه الفيديو ده معايا في الفيديو اللي فات. المهم سقيت المحشي بشوربة الفراخ، بعد ما سِبتها حوالي 10 دقايق، ربع ساعة كده تاخد من طعم الفراخ وتبقى شوربة، شوربة، خدت كده بالكرنيب كام كبشة كده، وباهِز الحلة علشان المحشي كُلّه من تحت الشوربة توصل له، فسواه كُلّه يبقى زي بعضه ويبقى مستوي كويس أوي. تاني باهز الحلة تاني ومرة و2 وبعد كده باغطّي وباولّع بقى على الحلة، بنعلّي في الأول لحد ما يغلي، بعد كده بنهدّي ونسيبه يستوي براحته، تمام، وغطّيت الفراخ وشكرًا، وخلص المحشي وخلصت اللوحة الفنية والجمال. شايفين والله الكاميرا ظالمة لونه، هو لونه أحمر، الكاميرا جايباه فاتح، لونه أحمر كده وجميل والرز كان تحفة، تحفة، تحفة بجد. تمام، هنا بعد ما خلص شوفوا بقى اللوحة الفنية والجمال أنا حمّرت فرخاية منهم كده وحطيتها فوق المحشي، وطبعًا السيرفيس اللي تعب معانا، اللي ما عندناش هنا غيره، ما بنغرفش في حاجة غيره. يا رب يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استمتعتوا معايا بيه وأكون خفيفة على قلبكم، وما تنسوش تنوروني بالاشتراك في القناة وتحطوا لي لايك كده علشان اعرف ان الفيديو عجبكم، وبحبكم قوي ورب يجعله عيد سعيد عليكم. مع السلامة.